أنا إيهاب بن سالم، خبير في التنمية المستدامة، ونخدم مع خبير مساندة في مشروع المرصد التونسي للسياسات العمومية. هو المرصد التونسي للسياسات العمومية يتنزل أساسا في إطار دور مركز الفكر الاستراتيجي لجمعية سوليدار في خلق ديناميكية لتطوير النقاش العام بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياسات العمومية، بما معناه أنه نخلق فضاء تفاعلي. الانطلاق كان من بناء مرصد يمكن من توفير بيانات عمومية موثوقة وتحاليل مبنية على البيانات وعلى المعطيات الواقعية. معنا احنا هي تتسمى الايفيدنس بيزد اناليسيس. الفكرة هو انه هذا الاعتماد على البيانات وعلى المعطيات الواقعية يمكن من رؤية صورة أشمل وأوضح وأدق من الوضع العام، وبالتالي يمكن من تصميم وتنفيذ سياسات عمومية أكثر نجاعة، سواء على مستوى الوقت، سواء على مستوى الكلفة، سواء على مستوى الأثر الامباكت. وقت اللي نوصلوا إلى سياسات عمومية أكثر نجاعة باش نوصلوا إلى تعزيز ثقة المواطن في الإدارة، وبالتالي قدرة المواطن على المشاركة كقوة اقتراح فعالة. المرصد يتكون من 4 عناصر أساسية، اللي هي أولا منظومة لجمع وتدقيق البيانات العمومية، ثم منصة رقمية اللي هي الواجهة اللي يشوفها المستعمل اللي فيها البيانات اللي تم جمعها، وأيضا منظومة لصنع المعرفة اسمها منظومة صنع المعرفة، اللي هي تعتمد على إنتاج تحاليل بناء على منهجية علمية وانطلاقا من البيانات اللي تم جمعها في المرصد، ثم فضاء للتواصل وفضاء للنقاش وإثراء النقاش العام وتبادل النقاش اللي فيه عادة تكون فما ندوة كما الندوة اللي عملناها اليوم، ندوات وورشات جهوية وورشات وطنية وحتى موائد مستديرة بخصوص مخرجات الإنتاج المعرفي اللي خرج به المرصد. المرصد في مرحلته الأولى اللي هي مرحلة نموذجية بدأ في إطار ضيق شوية، طبعا لأنه أولا تجربة جديدة وكان لابد من تطوير مهاراتنا ومعارفنا وتطوير نظم العمل باش تكون عندنا نظم عمل موثوقة. فاخترنا أنه نبدأ بالمشاريع العمومية التي أنجزت في ولاية جندوبة من سنوات 2011 حتى 2023، ومحور وطني على مستوى الجمهورية اللي هو محور التصرف في النفايات. الخيارات هذه تمت بعد برشا مشاورات وبرشا جهد وارتكزت إلى نقاط معينة. النقطة الأولى هو أنه جندوبة كولاية عندها إمكانيات كبيرة وعندها موارد محترمة، ولكن رغم ذلك مؤشر التنمية الجهوية فيها معنا دون المأمول. وبالإضافة إلى ذلك أنه وقت اللي خدينا المخطط التنموي 2016-2020 وعملنا له تقييم، جندوبة كانت من أضعف الولايات من حيث إنجاز المشاريع، رغم أنه كانت من أكثر الولايات اللي رصدت لها إمكانيات تقريبا حوالي 1300 مليار أو أكثر شوية. فكان لابد من دراسة علاش شنو الأسباب؟ دراسة الأسباب بالضبط. وهذه من الحاجات اللي كان لاحظت تم تقديمها اليوم في الندوة، بعض الدراسات لبعض الظواهر. طبعا ما نجمش نجاوبوا على الأسئلة الكل لأنه زاد حتى البيانات المتاحة ما تسمحش بالإجابة على الأسئلة الكل. نحاولوا أنه في المستقبل تكون عندنا بيانات أكثر عمق وأكثر تنوع باش نجموا نقدموا إجابات أدق، وحتى المقترحات اللي نجموا أو الأفكار اللي نجموا نخرجوا بها تكون أكثر فعالية وأكثر عملية. محور التصرف في النفايات، لأن التصرف في النفايات اليوم يشكل خلينا نقولوا معضلة صغيرة، ولو أنها مش بالشكل اللي يحاولوا يضخموه، لكن هي معضلة لابد من حلها، لأنه غدوة تنجم تتضخم. عندنا تأثيرات صحية، عندنا تأثيرات بيئية، عندنا تأثيرات جمالية، عندنا حتى تأثيرات اقتصادية، لأنه النفايات هذه تنجم تكون مورد اقتصادي اللي اليوم ماناش قاعدين نستغلوا فيه كما ينبغي. باش نحاولوا نتناولوا هذا الكل بالدرس في الورشات الجهوية والموائد المستديرة. في المستقبل المبرمج هو أنه عمل المرصد يتعمم على كافة ولايات الجمهورية، طبعا بالتدريج، ما نجمش نعملوا كل شيء في وقت وجيز، تدريجيا، ثم أنه يمس كل السياسات العمومية باش نحاولوا في خلاصته أنه نخرجوا زادة للمواطن العادي، لأنه اليوم اللي خرجناه كمنتجات موجهة أكثر للناس المختصة
موجه للاعلام، موجه للمجتمع المدني، موجه للخبراء والباحثين واساتذه الجامعات والادارات بيان سور. لكن نحبوا غدوه انه نوصلوا نوجهوا تفسيرات مبسطه لكن علميه ودقيقه ومبنيه على البيانات للمواطن، باش هو بده يولي يفهم السياسات العموميه، يفهم انتظاراته، ينجم هو بده يولي يوجه انتظاراته توجيه عقلاني اكثر، ويبعد على المحاسبه التشكيكيه هذه، ويمشي اكثر الى فلسفه التشاركيه، انه هو بده يولي قوه اقتراح، لانه هو من محيطه المباشر ينجم يكون عنده اكثر رؤيه لواقعه، وبالتالي ينجم هو يكون فاكتويال معناه وعقلاني وواقعي اذا توفرت له المعلومه. طبعا نحاولوا نوفروا المعلومه بلغه مفهومه، ماناش باش نخرجوا من الضوابط العلميه، لكن نحاولوا نبسطوها اقصى ما يمكن، ونوجهوها زاد عن طريق معنا باساليب تواصل حديثه، سواء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي ولا عن طريق موقع المرصد ولا حتى عن طريق بعض الومضات في الاذاعات، في التلفز، في الجرايد. نحاولوا نوصلوا المعلومه باش تدريجيا في غضون السنوات القادمه يتطور اداء السياسات العموميه، تتطور مشاركه المجتمع المدني ومشاركه الباحثين في مساندة جهود الدولة في تصميم سياسات عمومية أكثر نجاعة، وباش نوصلوا في الآخر أنه نحققوا الأهداف نتاع التنمية المستدامة اللي احنا نطلبوا لها. شكرا. يعيشك.